اخوان، حنا من سكان ديال المنطقه اللي وقعت فيها هذه الفاجعه. دابا حاليا الناس ديال اللي ماتوا 6، حاليا جبرنا 4 وباقيين 2، والناس باقيين كيقلبوا الامن الوطني والقوى المساعده والدرك الملكي، والمهم كلشي الناس ديال المنطقه كلشي حاضر. انا كيتما ولد البلاد، هادشي وقع في الدوار ديالنا، ولا اله الا الله وصافي. الحمد لله، هادشي لله، ما عندنا ما نعملوا. ودابا حاليا باقي ما لقاوش ديك الجوج، باقيين 2، 4 هما لقيناهم وجوج باقيين. جوج لقيناها امبارح بالليل وجوج لقيناها اليوم الصباح، ودابا باقي الحمد لله، باقي البحث وباقي الناس كتقلب والفرقه الوطنيه. المهم الامن كامل كاين هنايا، ولا اله الا الله. هادشي نقدروا نقولوا الاخوان. حنايا البارح لقينا هذيك البنت بالليل، انا ومعايا الناس والدرك الملكي، وهزيناها انا بيدي حاليا. انا هزيتها، انا هزيت ديك البنت، العمر ديالها بين 13 و 14، والولد باين عامين، عنده عامين، باقي العيل صغير، باقي الولد صغيور. ايوا داك الشيء هزيناها، خرجناها وتعاوننا، والناس عاونوا معنا والامن وكلشي، وحيدناها من تما، خرجناها مساكن. ودابا اليوم لقاو الولد اللي في عمره 37 سنه، داك الشيكور، وخاها من ديك الولاد اللي ماتوا البارح، ديك البنت والولد، هذاك خاها جبرناها اليوم. باقي الولد، باقي ديك الراجل الكبير، ديك مول الاسره، والمراه ديالو هذيك باقي ما لقاوهمش، باقي كيتسمى جبرنا 4، باقيين 2 حاليا دابا. السلام عليكم ورحمة الله. أولا البارح يعني في هذه المنطقة، يعني جماعة بني حرشان إقليم تطوان، على مستوى قنطرة، على مستوى واد القشر، يعني كما كيعرفوا الناس ديال المنطقة، على مستوى قنطرة واد القشر، عرفت واحد الفاجعة البارح. يعني السيول الجارفة اللي طاحت البارح جرفت سيارتين، وواحد السيارة كان على متنها 6 ديال الأشخاص، يعني أب وأم و3 أطفال، وكذلك السائق. لحد الآن عثر على 4 ديال الاشخاص، وفيما الاثنين باقي ما لقاوهمش لحد الساعه. يعني والسلطات المحليه يعني حاضره هنا بقوه، يعني من رجال الدرك الملكي والوقايه المدنيه والقوى المساعده، وكذلك قائد قياده جبل الحبيب وعامل تطوان اللي من البارح هو هنايا، كذلك هذه المنطقه يعني، وكذلك المجتمع المدني موجود هنا بكثره يعني. وباقي هاد 2 ديال الناس اللي باقي ما لقاوهمش، كنتمنوا ان السلطات ان شاء الله تلقاهم في اقرب وقت ان شاء الله.